السلام عليكم. معكم هشام بوعزيزي في فيديو جديد مباشرة معكم من مطار حمد الدولي بقطر الدوحة. الفرصة خاصة اللي غنهضرو فيها ان شاء الله بالنسبة للمونديال. راكم عارفين ان شاء الله غادي يكونوا حاضرين في جميع المباريات ديال المنتخب الوطني اللي نتمناو اللي هي ب3 ونتمناو انها تكون اكثر من 3 ان شاء الله باذن الله ونحضروا فيها كاملة. بطبيعة الحال اليوم نهار الخميس خرجت اللائحه ديال المنتخب الوطني المشاركه اللي غادي تكون في مونديال قطر، اللي كانت فيها مجموعه من المفاجات بطبيعه الحال كانت ساره على عموم المغاربه، منها استبعاد بعض اللاعبين المغضوب عليهم، ومن بينها ايضا الدعوه ديال بعض اللاعبين اللي ايضا مغضوب عليهم. كاين اللي مغضوب عليهم من الشعب وكاين اللي مغضوب عليهم من المسيرين والجهاز الكروي في البلاد، واللي تهضر بطبيعه الحال عبد الرزاق حمد الله اللي عرفت العوده ديالو المشاركه في كاس العالم، في حين كانت البشرى الساره لكافه المغاربه واللي تسمعت هوريه في المغرب كبيره، وهي بالاقصاء ديال واستبعاد ديال اللاعب منير الحدادي، اللي صراحه كنا كنحسوا به امبوزي على الجمهور المغربي عامه، ومفروض علينا اننا نتفرجوا فيه بالسيف، واخا اننا ما راضينش انه يكون في المنتخب الوطني. لذلك كنتمناو انه هذه اللائحه المستدعاه انها تكون عند حسن الظن. بطبيعه الحال اي نتيجه كيف ما كانت فهي مقبوله من طاقم المنتخب الوطني، واللي نتمناو انه الخدمه بصح تكون في كاس افريقيا في ساحل العاج، واللي ان شاء الله يكون فيها نتائج جيده، واللي هي بطبيعه الحال الظفر باللقب، واللي نتمناو خير ان شاء الله. اما في كاس العالم فاللي كان فاحنا راضيين به، واللي كان نتمناو انه يكون خير، ولكن اللي كان بحكم الظرفيه وبحكم مجموعه الامور فما يمكنش انك تحاسب الناخب الوطني، رغم جا فوقيته اللي خفيفه وما كافياش للتحضير، فنلتمسوا هذا العذر، مع انه صراحه هذا العذر هذا تلتمسه الوالد الركراكي، ولا نلتمسه للجامعه الملكيه اللي تعطلات في قرار استبعاد المدرب السابق لواحد خايبوزيش وتعيين وليد الركراكي، واللي هي كتحمل المسؤوليه في المشاركه كيف ما كانت. نتمناو خير. المهم على اين بعجاله اللائحه كيف ما كتعرفوا كانت فيها مفاجاه ايضا، هي استدعاء ديال اللاعب الشاب الموهبه بلال الخنوس. صراحه ما عمرني تابعت شي مباراه ديالو، ولكن من مقاطع الفيديو اللي تنشوف انه تيبان لاعب زعما ذو امكانيات مزيانه واللي يستحق التواجد في لائحه المنتخب. نتمناو خير، نشوفوه قريب ان شاء الله، نشوفوه عما قريب في المونديال. الاختيارات الاخرى اللي كانت فهي اختيارات منطقيه، من حراسه المرمى الى الهجوم، مع انه كاين واحد التعقيب بسيط اللي كنت نتمنى صراحه ما نشوفش وليد ايوب شديره في هاد وليد شديره ما نشوفوش في هاد المونديال، حيت بالنسبه لي ايوب الكعبي كان يستحق مكانه اكثر بالنسبه لي، حيت سواء ايوب الكعبي ولا وليد شديره واحد فيهم ما غادي يلعب، بجوجهم غادي يكونوا احتياطيين ثالثين، ممكن انهم ياخذوا بعض الدقائق، زعما ممكن انه وليد شديره ياخذ بعض الدقائق. ف كنت نتمنى انني نشوف ايوب الكعبي، ولكن على اين تبقى شي حاجه اللي قرار ديال وليد الركراكي، واللي قرار غير مؤثر صراحه، ما غاديش يضيع زعما المجموعه ولا شي حاجه. هادشي اللي كاين. نتمنى انه الفيديو تكون خفيفه ظريفه، وان شاء الله نتلاقاو في تغطيه متميزه في فتره المونديال في كاس العالم قطر 2022. ان شاء الله غادي تكون نسخه متميزه بالمشاركه مغربيه جد 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 رائعه ومتميزه.